بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها تقديم أكثر من 330 نائبا ونائبة في البرلمان التركي لمقترح لتعديل الدستور التركي، وأصبح البرلمان التركي يناقش هذا التعديل الآن. التعديل ينص على عدم التمييز وعدم اضطهاد المحجبات في تركيا، ومنع زواج الرجال من الرجال، أو منع زواج اللواطيين من بعضهم البعض، وأن الزواج يكون بين رجل وامرأة كما في الإسلام وكما في الأديان السماوية الأخرى. طيب، هذا التعديل مهم وتعديل حاسم بالنسبة للانتخابات الرئاسية التركية ومستقبل تركيا. لماذا؟ لأنه الآن في تركيا مرض اسمه رفاهية التفلسف. عندنا في تركيا نحو 1,000,000 امرأة محجبة ولا يعجبهن أردوغان. 1,000,000 امرأة محجبة تقول لك أنا أذهب وأنتخب اليساريين الشيوعيين كمال كليشدار أوغلو، أكرم أوغلو رئيس بلدية اسطنبول، ولأنه أردوغان لا يعجبني. فالآن بيجرى وضع أمام الأمر الواقع. إذا حكم هؤلاء سوف ينزعون الحجاب من على رأسك وسوف يرمونك في السجن. وها نحن نضع تعديل دستوري كي يحميك من هذه البهدلة وهذه الإهانة التي فعلوها في أمك وأختك وربما هي نفسها أصلا قبل 20 عاما. لكن هناك قطاع من الشعب التركي نسي ماذا كان يحدث في أمهاته ونسائه قبل 20 عاما، لما أمك تخرج محجبة في الشارع والشرطة كانت تشدها من شعرها وتقوم بإلقائها في أي سجن أو يقومون بركلها مع الأسف الشديد. فأصبح فيه رفاهية التفلسف. ورحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: أخشى على الإسلام ممن لم ينشأ فيه، لأنه نشأ في الجاهلية ورأى كوارث الجاهلية أدرك نعمة الإسلام. ففي الآن في المجتمع التركي شباب إلى آخره لم يشاهدوا ماذا كان في تركيا قبل 20 سنة. طيب، هذه المسألة غاية في الأهمية جدا. الأمر الثاني أن المحجبات مضطهدات في تركيا حتى الآن. افتح أي مسلسل، لا أقول تركي، باللغة التركية، لأن المسلسلات في تركيا الجهات الأجنبية هي التي تمولها. لن تجد وجودا للمحجبات. أنت في هذه الصورة تجد نصفها محجبات، نائبات في البرلمان التركي، نصفها محجبات ونصفها غير محجبات، صورة تعبر عن تشكيلة النساء في تركيا. لكن لما تفتح السينما الناطقة باللغة التركية والتي تمولها الجهات الأجنبية والشركات الأجنبية مثل شركة MBC السعودية، شركة OSN الإماراتية، هتجد كل هذه المسلسلات المرأة التركية فيها عارية الصدر عارية الفخذين، ولا توجد فيها أي محجبة على الإطلاق. وإن أظهروا محجبة فلابد تظهر في دور عاملة النظافة. تفتح الكتب المدرسية، كتب التعليم الحكومية التركية، تجد كل المعلمات كلهن غير محجبات في الصور. لا توجد معلمة في الكتاب المدرسي محجبة. تفتح البرنامج الإلكتروني لتعليم الطلبة الأتراك، تجد كل رسومات المرأة كلهن غير محجبات. فالمرأة التركية المحجبة لا يزال ينظر إليها على أن هي مواطنة درجة ثالثة رابعة، أن هي آخر حاجة في المجتمع. لا ينظر إليها على أن هي متساوية، علما أن رئيس الجمهورية أردوغان زوجته أمينة أردوغان محجبة. لكن هو الذي يحدث أن الحكومة التركية حتى الآن لم يحدث عملية المساواة والتمثيل أصلا، أنه كما المجتمع فيه غير محجبات المجتمع فيه محجبات، لابد أنه الجميع يمثل بعدالة أو على الأقل اعتراف بوجودهن لكن هذا لا يحدث. فهذا التعديل مهم، لأنه اليساريين يتعاملون مع الحكومة التركية الحالية وأردوغان على أنه جملة عابرة في تركيا. أنه هو سنة سنتين أو طول، أردوغان قعد 20 سنة فطول، يقول لك هنشيله وكل هؤلاء سوف ينزع الحجاب من على رؤوسهن وسوف يجري تجريدهن من ملابسهن. وأنا بهذه المناسبة أيام الرئيس مرسي رحمه الله قبل الانقلاب بشهرين كان في مظاهرة أمام نقابة الصحفيين، وذهبت إلى النقابة لأدخل، فأحد رؤسائي كان من المتظاهرين، كان رئيسي في إحدى الصحف وراجل كبير وبعدين قال لي تعالى يا صابر، فرحت فأما مسكني من أذني كده وقال لي لا تدعم محمد مرسي.
كنت أكتب على الفيسبوك وكنت مراسل تلفزيوني، فقلت له لماذا؟ قال لي إنه جملة عابرة في تاريخ مصر وسوف يجري خلعه، وذكر لي أسماء الثلاثة الذين يعني يدبرون لخلعه، وهو ما جرى في الانقلاب حرفيا. لكن أنا طبعا مش نادم على هذا، لأن هذا هو مصر، أنا بدعم مصر. يعني طبعا الرئيس مرسي راجل عظيم، لكن أنا بدعم مصر، ومصر هي أن الشعب الحق ينتخب رئيسه. فاليسار في تركيا يتعامل على هذا الأساس. طيب الرئيس التركي اقترح أن يقوم بعملية وضع حماية الحجاب والمحجبات في الدستور وغير المحجبات، يعني الاثنان معا. تعالوا نبدأ ونرى. طبعا كما نشاهد في هذه الصورة هنا رئيس البرلمان التركي وهو يمسك بالمقترح الدستوري، وهنا كما نشاهد نائبات على الجانبين. وهذا الاقتراح مقدم من 3 أحزاب: الحزب الأردوغان اللي هو حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية الذي رأسه دولة بهجلي، وحزب ثالث أيضا كما سنقرأ. لكن في الواقع الشخص الذي سيحدد هل الدستور التركي يقول أنه قد يقبل هذا الاقتراح لابد يوافق عليه 400 نائب، وإن لم يحصل على موافقة 400 نائب سوف يجري التوجه إلى الشعب للاستفتاء عليه، باعتبار أن الشعب التركي مصدر السلطات. هكذا مكتوب في الورق. لكن أنا أقول أنه رأي وقرار جيرمي ريفكن اللي هو الراجل الأمريكي مستشار كليجدار أوغلو زمان النهارده هو الذي سيحسم إذا كان سيجرى استفتاء أم لا. تعالوا نبدأ ونرى. طيب هنا حضراتكم أحد النواب المشاركين في تقديم هذا المشروع، اسمه مصطفى دستنجي، يقول جرى تقديم اقتراح لتعديل الدستور ينص على ضمانة دستورية لحرية الحجاب. هو النص كما سنعرض يقول أن المرأة حرة ترتدي حجاب، لا ترتدي أي ملابس، المرأة حرة، وأن هي حقها تشغل أي وظيفة بهذه الملابس، في الجيش، في الشرطة، في القضاء، في البلديات، في العمل في الشركات الخاصة، في التعليم، في الدراسة. المرأة حرة في ملابسها، تتحجب، تخلع الحجاب، هي حرة. خلاص؟ طيب. والبند الثاني حماية الأسرة. حماية الأسرة يعني منع زواج اللواطيين، وأن الزواج هو بين رجل وامرأة كما في القرآن الكريم. يعني تم تقديمه إلى رئاسة الجمعية الوطنية اللي هي البرلمان من قبل نائبتنا من تحالف الشعب اللي هو التحالف الأحزاب السياسية، وتم توقيع الاقتراح من قبل 336 نائب من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية وحزب اسمه بي واللي هي كلها عملوا الحزب متحالف. البرلمان التركي 600 نائب، والآن قدم كام؟ 336، أكثر من النصف. ولكن هذا لا يكفي لتمريره في البرلمان تعديل الدستور، لابد 400 نائب، فلابد أحزاب المعارضة توافق. طيب أحزاب المعارضة عندها مشكلة كبيرة. أصلا الذي أثار هذا الموضوع في البداية من؟ كمال كليجدار أوغلو. كمال كليجدار أوغلو هو راجل شيوعي يساري، وبيقود حزب المعارضة الرئيسي اللي هو حزب الشعب الجمهوري الذي كان أساسه أتاتورك، لكن الحزب حاليا لم يعد يعبر عن الأتاتوركيين أو العلمانيين، حزب أصبح يعبر عن اليساريين. كمال كليجدار أوغلو رغم خلافنا معه لابد أن نحن دائما ننظر للأشخاص على حقيقتهم. كمال كليجدار أوغلو هو شخص يعني دارس تاريخ الثورات، يعني هو ثورجي كبير مثل جده عبد الله بن سبأ. يعني أنت لما تدرس الانقلاب العسكري على سيدنا عثمان بن عفان وقتل عثمان بن عفان، ثم قتل علي بن أبي طالب، ثم ضرب ابنه الحسن وإسقاطه وطعنه، وابنه الحسن وجد أنه لا يمكن حماية الدولة إلا باللجوء لسيدنا معاوية، فذهب لسيدنا معاوية بيعه. لما تدرس هذه الأحداث ستدرك أنه جد كليجدار أوغلو عبد الله بن سبأ كان شخص شديد الذكاء وشديد العبقرية، وإلا كيف يجري انقلابا في دولة ضخمة مثل دولة الخلافة الراشدة اللي بتمتد من أفغانستان إلى تونس، عمل فيها هذا الانقلاب. فكليجدار أوغلو يريد أن يكرر نفس الموضوع، نفس الذي فعله عمانويل القراصو مع سلطان عبد الحميد. فكليجدار أوغلو ماذا يقول؟ نفس ما فعله عبد الله بن سبأ، نفس ما فعله عمانويل القراصو. يقول أنه دائما أي مجتمع فيه أغلبية وفيه المعارضة بتكون مقسمة متناثرة، هنا جزء، أقليات متناثرة، أقلية شيوعية، أقلية لها مطالب فئوية، أطباء، محامين، شيء من هذا القبيل يعني. فيجري تجميع هؤلاء مع بعضهم البعض
دايما في الانقلابات أو عند عمل ثورات أو إسقاط الحاكم بيجري تبني شعار واحد ساذج يجمع الجميع حوله. فالشعار الذي تبناه جد كمال كليشدار أوغلو عبد الله بن سبأ كان إيه؟ خلع عثمان بن عفان فقط. طب إيه الأجندة السرية للانقلاب أو بعد خلع عثمان بن عفان؟ إحنا نهدم الدولة الإسلامية، دولة الخلافة الراشدة. ولذلك بعد ذلك قتلوا علي بن أبي طالب ثم ضربوا ابنه الحسن إلى آخره. معاوية طبعا هو اللي أفلت منهم، لم يستطيعوا هزيمة معاوية أبدا. فالمسألة الأولى إيه؟ إحنا هنخلع عثمان، طلب بسيط جدا. لكن إيه الأجندة السرية؟ الأجندة السرية إحنا هنحرف القرآن ونقول ما فيش قرآن، ونبيح الخمر ونبيح الزنا. وبعد ذلك لما أقاموا دولة القرامطة، ولما أقاموا بعد كده دويلات في إيران في قم وخراسان، أباحوا الزنا وأباحوا الخمور. والشيوعيين يبيحون الخمور والزنا يعني، وحتى المظاهرات ضد أردوغان بترفع زجاجات الخمر يعني. طيب فهنا نفس الحكاية، كمال كليشدار أوغلو بيقول لهم إيه؟ إحنا هنسقط أردوغان فقط. أردوغان سيء والسياسة الاقتصادية بتاعته سيئة والسياسة اللي مش عارف إيه سيئة، تعالوا نسقطه. طيب لكن كمال كليشدار أوغلو هو تاريخه أسود في مجال الحجاب، فأصبح يصطحب المحجبات معه في كل مكان. وإن أنا بعد ما كان قاعد يشتم في المحجبات يشتم 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 إلى أن الحكومة سمحت للمحجبات بالعمل في الدائرة الحكومية، فكمال كليشدار أوغلو قال أنا هطلع قانون من البرلمان بحماية الحجاب هذه الأيام يعني منذ شهور فقط. فأردوغان التقط الفكرة وقال له خلاص إذا كنت جدا سوف نضع هذا في الدستور. فكمال كليشدار أوغلو رفض، فأردوغان قدم هذا التعديل في الدستور. فالآن حزب كمال كليشدار أوغلو ماذا سيفعل؟ هل سيوافق على تعديل الدستور أم لا؟ تعالوا نكمل. طبعا مثلا انظروا حزب الشعب الجمهوري. حزب الشعب الجمهوري حزب علماني قومي تركي، لكن هم القوميين الأتراك جرى طردهم منه أصلا. أصبح حزب اليساريين وأصبح ناطق باسم اليونان وأرمينيا يعني. حزب الشعب الجمهوري يوزع الحجاب، ده في صحيفة الجمهوريات، ودفعنا عن حرية العقيدة حتى النهاية. وكما تشاهد هنا نائب يقوم بتوزيع الحجاب. لكن هو نفسه الحزب اللي أغلق المساجد، هو نفسه الحزب اللي نزع الحجاب من على رؤوس المسلمات التركيات. يعني انظروا، ده لما كان حزب الشعب الجمهوري اليساريين كانوا يحكمون تركيا، المرأة التركية كانت تهان في الشارع كما تشاهدون. انظروا ماذا كان يحدث في المسلمات التركيات، هذا قبل أردوغان. انظروا كان يجرميهن في السجن وإذلالهن بهذا الشكل. يعني المواطن التركي والدته لم تكن تأمن على نفسها أن تخرج في الشارع. أمه لا تأمن تخرج في الشارع، ولو دافع عن أمه يترمي في السجن، أمه تترمي في السجن. وضع يعني كارثي، وضع كارثي. ولا كان يعني أنت لو قلت لمحمد الفاتح هذا سيحدث في الأناضول في اسطنبول كان يقول لك أنت مجنون. لو قلت سليمان القانوني أمك وبنتك وأختك هيحصل فيها هذا سلطان سليمان القانوني يقول لك أنت متخلف، أنا بحكم من فيينا للصومال يا ابني، احنا بنحكم من موسكو إلى الجزائر. لكن هذا الذي حدث، انظروا مأساة. هنا خرج الرئيس التركي أردوغان وقال لا نترك الأمر لعبة لحزب يفوز في البرلمان فيغير القانون، بل نضعه في الدستور. وقدم هذا الاقتراح بحيث إذا تغير الحزب الحاكم لا يتغير هذا. لكن أنا يقيني أنه إذا سقط أردوغان من الحكم أو حزبه سوف يجري خلع الحجاب من جديد، بل الأسوأ من خلع الحجاب. يعني حتى اللي حصل في العهد العلماني سيحدث أسوأ منه بمراحل، لأن احنا دخلنا في مرحلة اليساريين الشيوعيين. يعني من قبل كان في علمانيين، حالا خلاص هم تجاوزوا العلمانية وعاوزين يسارية. فهنا حضراتكم في قناة TRT خبر الرئيس أردوغان إن اقتراح تعديل الدستور للحجاب بشأن الحجاب إذا لزم الأمر يمكننا طرح هذا الأمر على الاستفتاء الشعبي. إننا نقول إن السيادة للأمة أو للشعب بلا قيد أو شرط، فمن له القرار النهائي إذا لم يتم حل هذه المشكلة أو إذا لم يقبل البرلمان هذا التعديل، فالحل هو الاتجاه للشعب أو الاستفتاء، نذهب إلى الأمة أو إلى الشعب. هنا الأستاذ نجم الدين باتريل قال إذا وافق 360 نائبا على هذا الاقتراح سيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي في الانتخابات، وسيتم وضع صندوق الاقتراع للتعديل الدستوري أمام الشعب. الأطراف التي تقول لا سوف تهزم. يمكن تلافي ذلك بأنه يوافق
400 نائب على هذا التعديل. يعني انتخابات الرئاسية التركية يبقى فيها صندوقين، صندوق مرة رئيس تركيا أردوغان ولا كليجدار ولا أكرم. أنا أعتقد أن أمريكا هتختار أكرم إماموغلو هو اللي ينافس يعني. والصندوق الآخر هو تعديل الدستور، التعديل الدستوري. طيب إذا اليساريين لهم أحزاب في تركيا، اليساريين هم الدولة العميقة في تركيا بالمناسبة يعني اليساريين عندهم حزب الشعب الجمهوري، عندهم حزب الجيد بتاع ميرال أكشنار، عندهم حزب الهدبة حزب الشعب الديمقراطي، عندهم حزب البيكاكا اللي هو المسلح حزب العمال الشيوعي. اليساريين هم يعني عندهم حتى حزب السعادة عامل نفسه إسلام. درس تاريخ اليساريين يعني. اليساريين إذا عاشوا في مجتمع مسيحي يقول لك نحن مسيحيين، إذا عاشوا في مجتمع مسلم يقول لك نحن مسلمين، إذا عاشوا في مجتمع أي دين، القومية التركية نحن قومية تركية، قومية كردية نحن قومية كردية، وهم ليسوا من أي من هؤلاء. يعني جد كليجدار أوغلو عبد الله بن سبأ لما كان بيعمل انقلاب على سيدنا عثمان بن عفان اتهم سيدنا عثمان بن عفان ان هو بيحرق المصاحف. تخيلوا عبد الله بن سبأ اللي كان بيمارس السحر والشعوذة والقبالة دي موجودة عند طائفة من اليهود يعني. فكان يمارس هذه الفكر القبالي، والفكر القبالي ده ليس من اليهودية بريئة منه، لكن هؤلاء أدخلوها فيه. المهم فهو الذي كان يعدل على سيدنا عثمان بن عفان. طيب وعمل انقلاب، ويعني عملوا قصة كبيرة بسبب ذلك يعني. فهو نفس الذي يحدث حاليا يعني. طيب هنا الأحزاب المعارضة 6 أحزاب لو وافقت على هذا التعديل خلاص صندوق الاستفتاء على الدستور لن يوضع. فمن مصلحتهم أن يوافقوا. لماذا؟ لأنه لو عارضوا، خلي بالك زوجة أحمد داود أوغلو محجبة، والقاعدة الانتخابية بتاعته 100,000 صوت 200,000 صوت فيهن محجبات، فكيف هو يعارض مسألة حماية المحجبات؟ زوجة علي باباجان محجبة. حزب السعادة عنده 1,000,000 صوت. حزب السعادة بتديره إيران يعني. هو بيقول فيها إنه إسلامي لكن هو حقيقة حزب إيراني وليس تركي ولا إسلامي يعني. حزب السعادة عنده 1,000,000 صوت، عنده 500,000 صوت امرأة محجبة، ويريدن إسقاط أردوغان، ويأتي أي شيوعي أي يساري حتى لو جاب واحد من حزب العمال الشيوعي البيكاكا اللي عاوز يقسم تركيا موافقين. يعني كراهية شديدة لأردوغان اللي بيصلي وبيصوم. لو أردوغان بيشرب خمرة وكده كانوا هيوافقوا عليه بتوع حزب السعادة. طيب كل هذه المجموعة طبعا دي كومبارس في المشهد. مين اللي بيقود المجموعة؟ بيقودها كمال كليجدار أوغلو. مين الكبير اللي بيقود كمال كليجدار أوغلو؟ أهو جيرمي ريفكن. جيرمي ريفكن اللي هو أصبح مستشار كمال كليجدار أوغلو، هو أمريكي الجنسية، وإحنا عرضنا قصته من قبل، وإزاي إنه كانت أسرته في روسيا، وبعدين الروس الكنيسة الروسية المسيحية اضطهدت أسرته لأن أسرته كانت يهودية، فاضطرت أمه إن هي تهرب من روسيا. وطبعا أمريكا أرض الأحلام، لابد نعترف إن أمريكا يعني دولة بتستقبل كل العقول يعني. فأخذوا أمه وعملوا، وبعدين الأمريكان أرسلوه جعلوه هو يحكم أوروبا. وأنا عرضت إنه كان مستشار ساركوزي الرئيس الفرنسي، إنجيلا ميركل رئيس وزراء ألمانيا، رئيس وزراء إسبانيا، رئيس وزراء البرتغال، رئيس وزراء سلوفينيا، رئيس وزراء إيطاليا، رئيس البرلمان الأوروبي. يعني هو مستشار لحاجات كتير جدا. هو المناظر بتاع يعني هو المسؤول عن تنفيذ أجندة المناخ، لا للسيارات لا للأكل الحيوان، يجب إغلاق المزارع، يجب إغلاق مزارع الدواجن. عندنا في مصر أصبحوا يغلقوا مزارع الدواجن والكتاكيت والكلام ده. فجيرمي ريفكن هو الذي سيتخذ القرار. إذا جيرمي ريفكن أصدر التعليمات لكمال كليجدار أوغلو وافق على اقتراح التعديل الدستوري بتاع الحجاب، فالبرلمان التركي هيقر هذا التعديل. إذا جيرمي ريفكن رفض، يبقى ليس أمام الرئيس التركي والحزب والبرلمان التركي إلا أنه يذهب للشعب ويشتكي للشعب ويقول للشعب يعني مين اللي بيحكم تركيا، الشعب التركي ولا جيرمي ريفكن؟ فهمنا القصة؟ طيب جيرمي ريفكن ما هي أفكاره؟ جيرمي ريفكن بيقول لك أنا لا أريد أصلا مؤسسة الزواج دي، ما فيش حاجة اسمها رجل وامرأة. يعني هو جيرمي ريفكن ألف كتاب واحنا عرضناه من قبل، من سيلعب دور الإله. فجيرمي ريفكن يرى نفسه إنه هو الإله في تركيا. هو كان الإله في أوروبا وعاوز يدخل تركيا ضمن الإيه؟ ضمن أوروبا يعني. فهو رأيه وجهة نظره إن احنا لابد يغير حياة الأتراك تماما، يغير ملابسهم، يغير الحجاب، يغير الأكل، يغير الشرب، الأكل الحيوانات والأسماك واللحوم والألبان والبيض، كل هذا ممنوع، ويجب الأتراك يمشوا يأكلوا أكل نباتي عشان الحفاظ على البيئة.
ومفيش حاجه اسمها زواج بين رجل وامراه، هو اصلا لا يعترف بوجود رجل وامراه، هو شايف ان في 50 جنس، رجل وامراه وخنثى ومؤنث وحاجه زي كده. فهل جيرمي ريفكين هيتعامل ببراجماتيه ويدي تعليمات لكمال كليشدار وافق على التعديل الدستوري، نفوت الفرصه على اردوغان، نسقط اردوغان ونحكم احنا تركيا ويصبح جيرمي ريفكين رئيس تركيا، وبعدين الدستور ده هنضعه في سله الزباله ونفعل في الاتراك ده ما كنا نفعله فيهم قبل 20 سنه واسوأ. يعني حتى انا شفت بالامس اللي بيحصل في السويد، بياخدوا الاولاد من ابائهم، خدوا بنت من امها لان البنت رفضت ان يكون لها ولد يمارس معها الزنا في المدرسه الثانوي. فهيحصل في تركيا حاجات عجيبه يعني. نرجع لحزب السعاده، لانه حزب السعاده هذا هو له دور كبير، عنده 1,000,000 صوت، فرقم ضخم يعني. هنا حضراتكم نساء حزب السعاده، هذا حزب الايه؟ السعاده، كلهن محجبات، لكن كلهن يكرهن اردوغان كراهيه شديده. ربما لانه زوجة اردوغان محجبه مثلهن، ربما، الله اعلم. ربما لان اردوغان يصلي، الله اعلم. لكن هم بيحبوا مين؟ يحبوا كمال كليشدار اوغلو. ليه؟ لان كمال كليشدار اوغلو بيكره حاجه اسمها تركيا. كمال كليشدار اوغلو يريد تقسيم تركيا. فشوفوا، انظروا، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء ممن في قلوبهم غل للذين آمنوا، لأنه إذا لم يعجبك أردوغان، يعني موقف أردوغان ما تعجبكش، انتخب واحد أكثر يمينية من أردوغان في حزب الرفاه الجديد بتاع فتح أربكان، انتخبه. لكن انت لا يعجبك اردوغان وتقول اصل اردوغان ليبرالي وبتاع فتروح تنتخب اليساري. طب انتخب واحد يميني عن اردوغان، انتخب حزب الرفاه مثلا يميني عن اردوغان. لكن يعني هذا يقول ان هو يرث نجم الدين اربكان رحمه الله. طبعا نجم الدين اربكان استاذ كبير، لكن ابن نجم الدين اربكان عمل حزب وقال الناس دي عاوزه تدمر تركيا. هنا حضراتكم نفس التعديل باللغه الدستوريه. هنا بعض التوقيعات. كما نلاحظ هنا دولة بهجلي رئيس حزب الحركة القومية، هذه دولة، وهنا مصطفى شنطوب رئيس البرلمان. طبعا هنا هم عقدوا مؤتمر صحفي، هذه رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، وهي يطلب بتصريح منشور في شفق تحت عنوان اقتراح الحجاب في البرلمان مع توقيعات 336 نائبا، دعونا نحلها يعني قبل الذهاب إلى الاستفتاء. يعني تقول إما توافقوا الأحزاب المعارضة، إما توافقوا على هذا التعديل أو نذهب إلى الاستفتاء. أيضا هي قالت في المؤتمر، هي اسمها أزلم زنجين، قالت: ندافع عن حقوق المحجبات والسافرات، ندافع عن حرية المرأة. أيضا التعديل الدستوري يقول: كي تبقى تركيا قوية لابد من أسرة قوية. تنص الإضافة للمادة 24 من التعديل الدستوري: لا ينبغي منع المرأة من الدراسة أو العمل أو الانتخاب أو ممارسة السياسة أو شغل الوظائف أو أي حرية أخرى بسبب معتقدها الديني أو حجابها أو ارتدائها الثوب الذي تختاره، ولا يمكن منعها من الاستفادة من السلع أو الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص. يعني امرأة تذهب إلى مول تجاري فيمنعونها من الدخول، يقولون: هل أنت محجبة مثلا؟ أو هذا المكان ممنوع فيه دخول المحجبات. مطاعم، هذا أصبح يحدث في مصر، يقول لك هذا المطعم لغير المحجبات. هذه الشقق السكنية، التجمع السكني لأسر تكون المرأة غير محجبة، لو المرأة محجبة اطردوها، ارموها في الشارع. فهذا كان يحدث في تركيا، أصبح يحدث في مصر حاليا. هنا النائب يلماز تانيك قال: مع اقتراح التعديل الدستوري لدينا سيتم توفير ضمان دستوري للحجاب، لن يمنع أي امرأة من استخدام حقها الأساسي لأن رأسها مكشوف، يعني غير محجبة أو مغطى. لا يمكن إقامة الزواج إلا من خلال زواج رجل وامرأة. هنا كما نشاهد الدستور التركي النص باللغة التركية، سنجد أنه لا يوجد بسم الله ولا يوجد في هذا الدستور اسم الله على الإطلاق. الدستور وضعه الانقلاب العسكري 1982. الشعب التركي منذ عهد الإصلاحات والتنظيمات 1839 إلى يومنا هذا لم يكتب، يعني لم تقم لجنة منتخبة بكتابة الدستور على الإطلاق. حتى الدستور هذا دستور انقلاب عسكري، ولذلك لا تجدون فيه بسم الله ولا اسم الله على الإطلاق. انظروا حضراتكم، ده الترجمة العربي.
بالتأكيد على الوجود الأبدي للوطن التركي والأمة التركية والوحدة غير قابلة للانقسام للدولة التركية. ونص كامل في بسم الله. الشعب التركي شعب مؤمن، شعب يؤمن بالله. وأصلا سبب المشاكل اللي في تركيا كلها هي فكرة الإلحاد. يعني أنت لما تيجي الحزب العمال الشيوعي الكردستاني، لماذا تقتل؟ يقول لك أنا ملحد. يعني هو إيديولوجيته ملحد، هو ليس ضد تركيا على بالمناسبة، هو ضد ان المرأة التركية تكون محجبة، ضد ان المرأة التركية لا تزني. يعني هذا الحزب يقول لك لا زواج، ضد مؤسسة الزواج اصلا، ضد ان المرأة تكون محجبة، ضد ان المرأة تنجب، هو حزب الشيوعي هو تطبيق الفكر اليساري بتاع جيرمي ريفكن. فهذا الحزب العمال الشيوعي هو يعني المعلم والأستاذ لباقي الأحزاب اليسارية الموجودة في تركيا، مثل الشعب الجمهوري، حزب الشعب الديمقراطي وغيرها من الأحزاب. يعني أنا أرجو أتمنى هذا يكتبوا كده قبل التمهيد بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في النهاية بنقول هل هذا تعديل الدستور مهم، لكن هل سيطبق فعلا؟ العبرة بالقوة. فالذي خدم تركيا يوم الانقلاب العسكري هو بسم الله وليس الدستور. يعني هذا الدستور التركي بماذا أفاد الشعب التركي يوم الانقلاب؟ ولا حاجة. الانقلاب رضعوه في الزبالة. ما الذي نفع الشعب التركي يوم الانقلاب؟ يا الله بسم الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنقذ تركيا يوم الانقلاب. لما تنظر في كل الحوادث تجد أنه لو اعتقلوا قائد الجيش الأول في اسطنبول كانوا خلاص. لو الضابط خالد زمير الله يرحمه اللي استشهد سلمهم مقر القوات الخاصة قال الانقلاب نجح. لو قصفوا مطار اسطنبول قال الانقلاب نجح. يعني أنت تجد كان في بس حركة واحدة يفعلونها، ولكن الله سبحانه وتعالى القدرة الإلهية تدخلت. طبعا الشعب التركي خرج وتصدى ولكنه دعا الله، فالله سبحانه وتعالى نصر هذا الشعب على الانقلاب. طبعا أنا مدين بالاعتذار للشعب المصري، لأن أنا من الأخطاء في حياتي، وهذه أخطاء عن جهل يعني أو عن حسن نية، أنا أكبر من روج للدستور في مصر، لأن كنت في ذلك الوقت مراسل تلفزيوني، وكان عمري 33 سنة. كنت في الجمعية، يعني كنت مراسل تلفزيوني في الجمعية التي تكتب الدستور، وكنت أجري لقاءات كثيرة جدا. يعني أنا بشخصي الذي نقلت للشعب المصري إلى القناة التلفزيونية بتاعتنا لا أذكر اسمها، هي أنا اللي كنت أنقل كل هذه الجلسات على الهواء. إذا طلبت تنقل ولا تنقل لا تنقل. فكان الأمر قراري يعني من الناحية العملية. وكان من يرفض أنه هو ينقل هذه الجلسات لأنه كان فيه زملاء معارضين لنقل الجلسات، كان علمانيين، فكانوا ضد الدستور، يعني ضد كتابة الدستور. فكنت أشتكيهم وأطلع الجلسات على الهواء وأعمل مقابلات ولقاءات، واللي كانوا بيعرضوا مستندات الدستور كانوا بيعجزوا عن الإجابة عن الأسئلة يعني. وكانت بتوزع على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب. ما كانش في تويتر، كان اليوتيوب يعني. المهم، لكن الآن طبعا ما الذي جرى؟ الذي جرى ان احنا انشغلنا سنة كاملة في الملهاة اسمها الدستور، الى ان جاء الانقلاب. الانقلابيين ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا بيستعدوا بالسلاح والذخيرة، واحنا بنستعد بالورق والمادة والتشكيلة، وكيف هذه الصياغة اللغوية صح ولا خطأ. انا اذكر في جلسات كانوا ممكن تظلوا ساعتين 2 في الجملة والحرف والنقطة والفصل والكلام التافه. وجاء بعد ما الرئيس مرسي طلع وقال عملنا الدستور، الآن الدستور جرى وضعه في الزبالة، فلم ينفعنا بشيء. هنا نتذكر أكبر فقيه دستوري في مصر والعالم العربي خلال 100 سنة الأخيرة هو الدكتور عبد الرازق السنهوري رحمه الله، والذي قال إن القانون أو الدستور لا يوجد إلا بين قوتين متكافئتين في القوة أو الضعف، أما حيث توجد القوة فالقوة هي الدستور. وذلك يوم الانقلاب القوة اللي حسمت وليس الدستور. كل تركيا كل ما يحصل انقلاب عسكري في بلد بيرموا الدستور في الزبالة. فلذلك حتى هذا التعديل الدستوري، إذا كانت القوة التي تحكم تركيا ترى أن المرأة المحجبة من حقها أن يكون لها حق تعيش، سوف يطبق هذا. إذا كانت القوة التي تحكم تركيا كما كان قبل أردوغان ترى أن المرأة المحجبة يجب جرجرتها من شعرها وتداس بالأحذية، سوف يطبق هذا حتى بعد أردوغان، حتى لو كان موجود في الدستور. ما الدستور الأوروبية كلها بتتحدث عن حرية المعتقد وحرية الدين وحرية العقيدة، والسويد بتتحدث عن حرية العقيدة والدين، وبتاخد بنتك المسلمة تديها لأسرة ملحدة بتشرب خمر ولا بتعمل كذا،
والراجل يمشي عريان في البيت وياخد بنتك منك يسلمها له، وهذا يتنافى مع معتقدك الديني. فالعبرة بماذا؟ العبرة بالقوة التي تحكم، ما موقفها. هذا هو القول الفصل، وليس الدستور ولا المادة كذا ولا الحزب كذا يحكم ولا الكلام الفاضي ده كله. هذا كله إلهاء. بالمناسبة عبد الرازق السنهوري صاحب هذه المقولة هو نفسه العسكر لما عملوا انقلاب ضربوه بالأحذية أثناء دخوله المحكمة، لأنه كان رئيس المحكمة، كان رئيس مجلس الدولة اللي هو القضاء الإداري يعني. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في النهاية هنا سلسلة فيديوهات أنا عملتها عن تاريخ مصر الحديث، أرجو مشاهدتها. مهم يعني نفهم الكوارث اللي جرت في مصر خلال 200 سنة. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر ورابط قطع التليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.